مفيش حاجة اسمها أنا هوفر شوية فلوس بعد ما أخلص مصاريفي. فلو بتقول أحوش اللي هيفضل بعد ما أصرف، فأنا أحب أبشرك وأقول لك إنك عمرك ما هتحوش أي حاجة. ليه بقى؟ لأن دماغك على طول هتلاقي سبب لصرف الفلوس، عزومة، خروجة، اشتراك جديد، جزمة جديدة، أي حاجة هتلاقي مبرر لأن أنت تصرف الفلوس. الحل إنك تقطع أول ما الفلوس تجينا، سواء بقى كان مرتب، بتشتغل فريلانسنج، بروفيشنال، ايا كانت الحاجه. فانا لما جيت اطبق الكلام ده عليا، اي فلوس بتجيلي بقول انا هسحب منها 20% هوديهم على السيفنج والانفستمنت. والموضوع ده بجد والله نفع معايا جدا. وعلى فكره مش لازم تبقى زيي وتقطع 20%، اقطع 5%، اقطع 10%. عرفت تقطع اكتر من ال 20% يبقى زي الفل. اتعامل مع موضوع الادخار ان هو فاتوره ولازم تدفع. جرب كده تعمل زي لمده 6 شهور واتفرج الوضع المالي هيبقى شكله عامل ازاي. وعد مني هيتحسن، ولما يتحسن ابقى ادعي لي. وبس كده.